اوكي، ويلكم باك حق البلاي ليست الجديدة. خصص لكم بلاي ليست راح تكون جدا ممتعة وتساعدكم في التصميم الداخلي واختيار الألوان. في بيوت أول ما تدخلونها تحسون براحة، في بيوت لما تدخلونها مهما كانت مرتبة ومنسقة تحسون انكم اختنقتوا منها. السبب مو دايما الأثاث والمساحة، السبب الألوان. اي والله السبب الألوان. تخيلوا، لأنه ممكن ألوان الجدران أو ألوان قطع الأثاث هي اللي تأثر على مزاجكم من أول ما تقعدون من النوم لنهاية يومكم. فراح أقول لكم بالضبط شلون تختارون ألوان الغرف داخل البيت، مو بس حسب الذوق، حسب تأثيره النفسي. مرحبا، أنا أنفال العبيدلي، مالكة شركة أستيتيك ديزاين لتصميم الديكورات الداخلية. بمتابعة فيديوهاتي راح أساعدكم على حل مشكلاتكم في التصميم الداخلي، وأنا أضمن لكم أنكم توصلون لأفضل نتيجة ممكنة. اللون شعور مو بس ذوق، الألوان مو مجرد شيء حلو نشوفه، كل لون يحمل تأثير نفسي معين علينا، وأيضا يأثر على أسلوبنا وطريقة تفكيرنا، حتى على مزاجنا وحياتنا اليومية داخل البيت. فخلوني أعطيكم أمثلة سريعة. اللون الأحمر يعطي طاقة، ولكن زيادة اللون الأحمر تسبب توتر، فلازم نستخدمه بذكاء. والأزرق يهدي الأعصاب ويزيد التركيز. أما الأخضر يوازن الطاقة ويعطي شعور بالأمان. الأصفر محفز جدا ومبهج، وخصوصا لما يكون لونه من الدرجات الفاتحة مثل البتر يلو أو ألوان الباستيل باللون الأصفر. الرمادي وهو اللون اللي دايما تستخدمونه داخل البيوت بحجة ان انتوا تبون تخلون المكان مودرن. الرمادي انا افضله للاماكن العملية، ممكن للمكاتب المنزلية او مكاتب الشركات، لان الرمادي مع الوقت يصير كئيب شوية، الا اذا استخدمناه بطريقة صحيحة واضفنا عليه المواد والخامات والالوان الدافية. فضروري لما تختارون اللون تختارون اللون اللي يخدم اللي تبونه، مو العكس. تدرون أن طاقتكم هي اللي تحدد ألوان بيتكم؟ بدل ما تفكرون بغرفة النوم وغرفة المعيشة كغرف عادية، فكروا فيها بطريقة مختلفة، فكروا فيها كطاقات معينة. مثال، كل ركن له شعور واحتياج وله لون مناسب. وبالنسبة للغرف وتأثيرها على المشاعر، تقدرون ترجعون للفيديو السابق، أكيد راح يفيدكم. إذا حابين شعور الراحة والتأمل، تقدرون تخصصون الألوان لغرفة النوم وجلسة الشاي، يعني تقدرون تخلون لكم ركن صغير تحسون فيه بالراحة. فمن خلاله تقدرون تضيفون اللون الأزرق السماوي والأخضر الزيتوني، ممكن تضيفون البيج الفاتح وبعض الإضافات الرمادية إذا حبيتوا. يعني بهالركن ضروري نتجنب الأحمر والبرتقالي والأصفر. أما إذا كان هدفكم من المكان تركيز وإنتاجية، يعني مكتب منزلي أو زاوية مذاكرة، أفضل الألوان تكون بهذا الركن اللون الأبيض، الرمادي والأزرق. ممكن نضيف لمسات بسيطة من الأصفر. وضروري هذا المكان يكون بسيط جدا ومرتب، بحيث أن تقدرون تركزون من غير ما تتشتتون أثناء العمل. أما إذا اخترتوا غرفة يكون فيها الشعور اللي تبون تحسون فيها الدفء والاجتماعية، تقدرون تختارون غرفة المعيشة والمطبخ. وأفضل لهذا المكان تختارون ألوان معينة مثل البيجي، الكريمي، ممكن تختارون الكحلي، ولمسات خشبية بالديكور أو الأرضية. وضروري ناخذ بعين الاعتبار أن الإضاءة بهالمساحة راح تصنع الفرق. إذا حابين شعور البهجة والحركة يوصل لكم من غرفة معينة، فتأكدوا أنها غرفة لعب أو غرفة أطفال. تقدرون تستخدمون الأصفر الفاتح، الأخضر الفريش، ممكن تحطون لمسات من درجات اللون الوردي. وضروري تعرفون أن هذه الألوان جدا حساسة، فلازم تضيفون هذه الألوان بنسب صحيحة حتى ما تكون مؤذية بصريا. طيب شلون نمزج الألوان الجريئة مع الألوان المحايدة؟ الكل يحب يضيف لون مميز بحيث أنه يكسر قاعدة الألوان اللي موجودة عنده بالمساحة، ولكن في بعض الأحيان اللون المميز هذا اللي تختارونه هو اللي يطغى على المكان. فخلونا نمشي على قاعدة من قواعد التصميم الداخلي تساعدكم في إضافة الألوان بطريقة صحيحة. في قاعدة ذكية أنا معتمدتها شخصيا، راح أقول لكم إياها، ولكن راح أعطيكم فقرة توضيحية القاعدة الأساسية وشنو الفرق بينهم، فخلكم معي. القاعدة الذكية اللي أنا معتمدتها 70 20 10. 70 اللون اللي يعطينا شعور الهدوء،
20 اللون اللي يعطينا الدفء، أما العشرة اللون اللي يعطينا الجنون والحركة والبهجة بالمكان. يعني خلوني أنسق لكم بشكل بسيط ومثال بسيط. ممكن نستخدم الألوان البيجية على الجدران مع رمادي فاتح للكنبات أو الصوفة، وممكن نضيف لمسات بسيطة من الألوان الدافية بالكوشيات. وهذا الشيء طبقته بغرفة المعيشة في بيتي وخلى المكان مريح جدا بصريا. وصلنا حق الفقرة التوضيحية. في عندنا قاعدة أساسية بالتصميم الداخلي في توزيع الألوان داخل المساحة اللي هي 60-30-10. شو الفرق بينها وبين القاعدة اللي أنا قلتها؟ هي مجرد نسب بسيطة ولكن يعتمد على الذوق. بالنسبة لي أنا أشوف قاعدة 60-30-10 تفيد الأماكن الكلاسيكية وشوية الكشخة. يعني 60 لون أساسي و30 لون مساعد، والعشرة هو اللون البارز. هذه القاعدة بالذات 60-30-10 اعتمدوها للأماكن والمساحات التقليدية الرسمية واللي تحقق لكم التوازن التام في توزيع الألوان بصريا، ولكن ممكن إنها ما تخدم شخصيتكم. يعني ممكن تستخدمون قاعدة 60-30-10 ويكون التوزيع صحيح جدا ومرتب، ولكن تحسون لما تقعدون بالمكان ما يشبهكم. وأنا هني أحب أعلمكم شلون تصممون بطريقة ذكية بحيث أنكم تستخدمون الألوان مع تغيير النسب حتى توصلون للمرحلة اللي تشبهكم داخل المساحة. لأن 70-20-10 وهي القاعدة اللي اعتمدتها من صميم أفكاري، حسيت إنه قام يشبه الناس. المساحات اللي أصممها صارت تشبه الناس أكثر فيرتاحون بالتصميم وبالمساحة. بمعنى 70 ألوان هادية تعطي روح هادئة للمكان، أما 20 تعطي لون دافي وعمق للمكان، وال10% هي الإنجاز الخطير داخل المكان. لأن 10% لكم وبروحكم، أنتوا اللي تختارونه حسب شخصيتكم وجرأتكم. يعني راح تضيفون ذوقكم الخاص والمميز داخل مساحتكم، فلما تقعدون بالغرفة هذه صدقوني راح تستمتعون فيها وترتاحون. فسواء استخدمتوا قاعدة 60-30-10 أو 70-20-10، أنتم بهالقاعدتين حققتوا التوازن التام اللي يخدمكم، فالمسألة مجرد اختيار. الإضاءة تغير كل شيء. بعض الأحيان تختارون لون معين للجدران، ولكن لما تطبقونه داخل البيت راح تحسون أنه تغير تماما. هذا بسبب الإضاءة مو بسبب اللون. معنى ممكن نختار درجة من درجات الأبيض، ولكن بسبب الإضاءة يعطينا اللون البيج، وممكن يعطينا أبيض مزرق أو أبيض على رمادي حسب الإضاءة المسلطة على الجدران. نصيحتي لكم قبل لا تصبغون الجدران طبقوا مجموعة من العينات على جدار قريب من الإضاءة الطبيعية بحيث انكم تراقبون اللون ومتغيراته من الصباح الى المساء. بهالطريقة راح تعرفون هذا اللون اللي اخترتوه ولا تبون تغيرون درجته. تدرون ان في اخطاء شائعة تضيع مجهودكم؟ هذه الفقرة ضروري تركزون عليها. الخطأ الاول استخدام نفس اللون في جميع انحاء غرف المنزل، هذا يسبب ملل بصري. الخطأ الثاني اختيار لون ترند ما يناسب لا شخصيتكم ولا طبيعتكم ولا احتياجكم. الخطأ الثالث تجاهل تأثير الإضاءة. أما الخطأ الرابع خلط الألوان من غير أي تناغم بينهم. مو معقولة ما أقول لكم الأخطاء من غير ما أعطيكم الحل. الحل موجود عندي. الحل الأول إن تاخذون وقتكم بالتفكير، والحل الثاني إنكم تختارون اللون اللي يعبر عن شخصيتكم والشعور اللي تحتاجونه بالمساحة. أما الحل الثالث تجربة عينات على جدار تقع عليه الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية وتراقبون مدى تغير اللون بحيث إنكم تقررون اللون المناسب. أعطيتكم حلول مو ما أعطيتكم. نسوي خريطة لألوان بيتكم، يعني ملخص تطبيقي. وقت اللي تبون تختارون ألوان بيتكم ضروري تكون عندكم خريطة لكل منطقة بحيث أنكم تقدرون تختارون الألوان المناسبة لكل مساحة داخل البيت. يعني مثلا تختارون لون أساسي يغطي الجدران أو الأرضيات، ولون مساعد ممكن يظهر بالأثاث والستائر. أما اللون الأخير اللي هو اللون البارز تكون فيه لمسة فنية بالإكسسوارات. وهذه الطريقة تأكدوا أن تخلي البيت جدا متوازن ويطلع راقي ويعكس شخصيتكم، وهذا بالنسبة لي أهم شيء.
الحين صار عندكم دليل متكامل عن طريقة اختيار الألوان، لأن الألوان بنظري مو بس جمال بصري، الألوان راحة نفسية تدوم. ومن بعد هذا الفيديو قولولي بالكومنتات شنو الغرفة اللي ناويين تغيرون لونها، وشنو الشعور اللي تتمنون تحسون فيه داخل الغرفة، وعلى أساسه راح أساعدكم باختيار اللون. شاركوني بالكومنتات على طريقة اختياركم للألوان، وأكيد أنا راح أساعدكم وأتفاعل معاكم، وتقدرون ترجعون لقناتي لأي فيديو ممكن تحتاجونه بحيث أنه يساعدكم لحل مشكلاتكم في التصميم الداخلي. باي.